هلو هلو يا حلوين، إيه الاخبار؟ احنا دلوقتي في منهج تالتة ابتدائي هنشرح ازاي نكتب باراجراف. يقول لي كده سؤال في الامتحان، يقول لي كده رايت، اكتب a paragraph بيديني كام كلمة؟ بيديني مثلا 3 أو 4 كلمات بين قوسين كده، يقول لك استخدم الكلمات دي. دلوقتي مثلا احنا هنستخدم الكلمات دي long، كلمة long hair يعني شعر طويل، وكلمة tell jokes يعني يقول نكت، وكلمة brown eyes. بس يديني 3 كلمات كده ويطلب مني ان انا اكون جمله. طيب اول حاجه نبقى عارفينها علشان نكون الجمله، لازم نبقى عارفين اساسيات تكوين الجمله اصلا. يعني انا الجمله عندي في العادي بتتكون من ايه؟ لازم ابقى عارف ان الجمله عندي بتتكون من 3 حاجات. جمله sentence، السنتنس بتتكون من 3 حاجات. اول حاجه الفاعل اللي هو السبجكت، اللي هو الشخص اللي بيعمل الحاجه. تاني حاجه الفيرب، الحاجه اللي الشخص بيعملها. والاوبجكت المفعول به. يعني مثلا هقول ايه؟ هي مثلا تشرب ماء. او مثلا اقول عايزه اتكلم عنها، اقول هي تكون طويله. مثلا اقول هي عندها كلب. فدايما بستخدم السبجكت اللي هو الشخص، وبعد كده الفيرب اللي هو الحاجه اللي الشخص ده بيعملها، او الحاجه اللي الشخص ده عنده، او الحاجه اللي الشخص ده بيكون عليها. وبعد كده بكمل الاوبجكت اللي هو مفعول به، اللي هو بيفهمني معنى الجمله او بيكمل لي المعنى. تمام لحد هنا؟ مهم جدا نبقى عارفين ان انا عشان اكون جمله لازم تبقى 3 حاجات اساسيين: الشخص والفعل والاوبجكت. طيب يلا بينا نستخدم ال3 كلمات دول في تكوين جمل. طيب دلوقتي انا هنزل الفيديو كامل على اليوتيوب، سيب اللينك في الكومنتس ندخل كده نجيبه، شرح باراجراف كامل على اليوتيوب. فانا هنا عندي اول حاجه هو قال لي لونج هير شعر طويل، وقال لي تيل جوكس بتقول نكت، وقال لي براون ايز عين بني. طيب انا ينفع اقول مثلا ابدا الجمله هي عندها شعر طويل؟ مش لازم اقول هي مين الاول، لازم اقول هي مين اللي انا بتكلم عنها دي. فانا اول حاجه لازم اقول اعرف ان مثلا دي صديقتي، وبعدين ابدا اتكلم عنها. فعايز اقول هذه تكون، يعني هذه this، تكون يعني is this is. مثلا هتكلم عن صديقتي my friend او my new friend. احنا مثلا رحنا المدرسة فتعرفنا على اصحاب جداد. this is my new friend، وحط نقطة. ما ننساش حاجة مهمة، في مسافة هنا فاضية كده في بداية الباراجراف. ما ينفعش ابدأ الباراجراف من اول السطر، لا بسيب مسافة فاضية وبعدين ابدأ كتابة. وبعد ما بخلص لازم احط نقطة. بعد ما بحط نقطة مش ببدأ سطر جديد، لا بكمل جنبه. عايزة اقول مثلا صديقتي دي مثلا طويلة، انا يعني مثلا زي الجمل عايزه اقول ان هي طويله، ومثلا صدوقه خالص، يعني انا اول ما شفتها كده اتعرفنا على بعض وبقينا اصحاب. فهقول اول حاجه كده هي شي تكون is، يعني ايه طويله؟ طول. وصدوقه يعني friendly، فاقول she is tall and friendly. ما ننساش بعد ما نخلص الجمله بنحط نقطه، بعد ما نخلص الجمله بنحط نقطه. وما ننساش حاجه تانية. بصوا انا هنا لما جيت اكتب كتبت فين؟ في اول السطر. يبقى هو السطر الاولاني بس اللي بسيب مسافه، من السطر التاني بكتب عادي لحد الاخر. she is tall and friendly. هبدا بقى استخدم الكلمات. عايزه اقول هي عندها، يعني هي يعني she، هي يعني she عندها. بصوا دي حاجه مهمه قوي نبقى عارفينها. لما عايزه اقول الشخص ده عنده بستخدم حاجه من الاتنين، بستخدم have او بستخدم has. طب امتى بستخدم have وامتى بستخدم has؟ لو انا بتكلم عن I انا، او you انت، او we احنا، او they هما، في الحالة دي انا بستخدم have. I have انا عندي، you have انت عندك، we have احنا عندنا، they have هم عندهم. امال امتى بستخدم has بمعنى عندي؟ لما بتيجي مع he يعني هو، او she هي، او it الاشياء. فاقول he has هو عنده، she has هي عندها، it has مثلا لو القطة عندها مثلا يبقى it has.
يبقى انا هنا عايزه اقول هي عندها، يبقى هستخدم has. she has واقول long hair بس كده، مفيهاش اي حاجه. long hair واحط نقطه. وبعدين tell jokes بتقول نكت. طب انا عشان اقول ان هي بتقول نكت لازم اقول ان هي دمها ظريف، فالاول هقول هي تكون، يعني هي she. طب يعني ايه تكون؟ تعالوا نشرحها برضه. احنا الاول بس عشان ما تتلخبطوش اتفقنا ان have و has معناه عنده. طب لو عايزه اقول يكون، يكون بتبقى حاجه من التلاتة، am او is او are. يبقى يكون بتبقى حاجه من التلاتة، am او is او are. امتى بلاقي am؟ لو لقيت I يبقى اقول I am، انا اكون. امتى is؟ مع he وشي وit، معناه he is هو يكون، she is هي تكون، it is مثلا لو القطة يبقى it is القطة تكون. are بستخدمها مع مين؟ مع you و we و they. يعني هقول مثلا you are أنت تكون، we are احنا نكون، they are هم يكونوا. فأنا هنا عايزة أقول هي تكون، هي يعني she، وتكون is، يبقى she بتاخد is، يبقى she is. عايزة أقول دمها ظريف she is funny وأحط نقطة. وبعدين أبدأ أقول هي بتقول نكت she tell jokes. طيب ما ينفعش أسيب tell كده، ليه بقى؟ إن tell ده مهم قوي، ده الفعل. احنا متفقين الجملة بتتكون من الشخص والفعل والأوبجكت. طيب في قاعدة مهمة، الفعل، أنا دلوقتي هتكلم عن الفعل الفيرب. الفيرب ده لو في زمن المضارع البريزنت، يعني حاجة بتحصل دلوقتي. أنا مثلا عايزة أقول هي بتقول دلوقتي، هي تقول، أو بتكلم عن حقيقة هي في العادي بتقول. فساعتها أعمل إيه؟ لو الفيرب ده هيجي بعد السبجكت اللي هو الفاعل I أو you أو we أو they، هكتب الفيرب زي ما هو tell من غير ما أزود له أي حاجة. أمال مين المختلف؟ he وشي وit. بعمل إيه؟ بزود للفيرب حرف الاس، بزود للفيرب حرف الاس، يبقى she tells. ليه؟ هو دي قاعدة البريزنت سيمبل، بزود للفيرب اس، فاقول she tells، لازم احط هنا she tells jokes. وبعدين مثلا هو قال لي ان هي عندها شعر بني، فاقول هي she عندها، يعني ايه عندها؟ قلنا have او has، وشي بتاخد has يبقى she has شعر بني brown eyes. بس كده انا كده خلصت. ممكن اجي في الاخر اقول ان انا بحب صديقتي، يعني مثلا انا احب love صديقتي my friend بحبها قوي very much بحبها قوي. انا كده كونت باراجراف ناجح جدا بالكلمات اللي هو قالها لي. بس وانا بكونه ما ننساش ان احنا لازم في البدايه اعرف انا هتكلم عن مين. يعني ما ينفعش ادخل في لونج هير على طول اقول مثلا هي عندها شعر طويل، ما ينفعش ابدا الباراجراف هي عندها شعر طويل. لازم الاول اعرف انا بتكلم عن مين. This is my new friend، دي صديقتي، وبعدين ابدا اتكلم عنها. هي طويله she is هي تكون، واحنا اتفقنا ان تكون بتبقى am و is و are. طب انو فيهم؟ مع she بستخدم is، مع she بستخدم is. and friendly صدوقة، وابدأ اقول هي عندها، ما ننساش عندها معناه have او has، وشي بتاخد has. she has long hair، هي تكون دمها ظريف she is تكون is funny and so on. وافضل اكمل كده. يبقى مهم جدا عشان نكتب جملة نترجمها الاول في دماغنا، نبقى عارفين ان تكوين الجملة بيتكون من 3 حاجات مهمين، الشخص والفعل والمفعول به. وبعدين ابدأ اشوف لو انا عايزة استخدم كلمة عنده او عندها، لو لقيت دول هستخدم have، لو لقيت دول هستخدم have has. عايزة استخدم يكون، فانا لو لقيت I هستخدم am، لقيت he او she او it is and so on. وما ننساش لما نيجي نكتب فعل زي verb tell، لو لقيت I you زي ما بحطش حاجة للفعل. لو لقيت he she it ما ننساش نحط s زي كلمة tells. بس كده احنا كده شرحنا باراجراف على منهج تالتة ابتدائي الوحدة الأولى lesson 3.